تبدأ الحلقة بمجموعة صور لأشخاص ومكتوب تحتها أسمائهم، وبعدين بتظهر فتاة بتبكي على فقدان والديها. يظهر شخص اسمه شو. يبدأ شو يقدم الحلوى والمشروب للفتاة ويقول لها ما تبكيش وإنها بأمان هنا. وبعدين يظهر شخص آخر يقول لشو إنهم عادوا. هنا شو بيقول للفتاة إنه آسف لأنه يحضر اجتماع صغير ويرجع، ويوعدها إن هما يتحدثوا مرة أخرى. وهنا بيسألها إن كانت تقدر تفضل لوحدها، لكن الفتاة كانت خائفة، ويرجع يقول لها إن كل شيء هيصبح على ما يرام، ويوعدها إنه هيرجع مرة تانية. بدأ شو وزملائه في الاستعداد وهم بيحملوا بعض الأسلحة والقذائف. اتجهوا للخارج لملاقاة الزومبي. بدأ شو ورفاقه بإلقاء القذائف على الزومبي، وهنا بعض الأشخاص أصيبوا ويلتهمهم الزومبي. وبعدين بيظهر شخص بعد الإصابة من عض الزومبي بيقولوا إنه كان يتمنى يكون الأول زي شو. وبعدين بنشوفهم غاضبين، ويبدأ شو في توجيه الأوامر وهي حماية نادي شو تايم. وفي اللحظة دي بتتلقى مجموعة شو تايم ضربة عاطفية، وهم مصممين إن لازم ينهوا الوضع وينتهوا من كل الزومبي. وبتبدأ المعركة والزومبي يجروا بسرعة اتجاه شو والرجالة، وهنا شو بيغضب ويأمرهم بالاشتباك مع الزومبي. وفي نفس الوقت في جزء تاني من المدينة بتجول أكيرا بدراجته الجديدة، ولما وصل بدأ يقولوا إنه مزارش المدينة من فترة طويلة، ولكن المدينة كما توقع مليئة بالزومبي، ويقول لنفسه إن أكيد كينشو مش هيموت بسهولة. بيتغير المشهد ونرجع لورا بضع ساعات قبل ما أكيرا يوصل للمدينة، وهنا بيكون أكيرا لسه صاحي من النوم، بيبص في المراية وبيلاحظ إن شعر وجهه بدأ في النمو. بدأ أكيرا يقول إنه ترك العمل وإنه يقدر يربي اللحية، وهنا بيسأل إذا كان في طريقة يخليها تنمو بشكل كويس أو لأ. وبعد كده بنشوف صورة في مجلة وهو بيحاول يقلدها، وبعدين بيبص في المراية وهو مش راضي على شكله. وهنا بيتجه لدفتر ملاحظاته ويشخبط على الملاحظة رقم 10، واللي هي كانت ترك لحيته تنمو بشكل رائع. بيشخبط عليها وهو بيقول إنه يحلقها. وفي اللحظة دي وأثناء رجوعه من الحمام سمع صوت هاتفه، ولما نظر للهاتف وجد بعض الرسائل. تحمس أكيرا جدا لما شاف الرسائل، وهو بيقول أكيد الإنترنت رجع في المدينة أو على الأقل البلدة. ولما شاف الكثير من الرسائل فكر في ال3 سنين اللي مضوا، وإنه كان غارق جدا في العمل، وإنه كان بيرفض دعوات كثيرة من اللي أصدقائه كانوا بيقدموها له. وهنا أكيرا بيقول إنه عايز يرجع يشوف ناس كتير. وأثناء الرد على الرسائل بدأ أكيرا في تضييع الوقت وهو بانتظار إجابة على الرسائل اللي أرسلها. ووقت ما هو كان مستني بدأ أكيرا يعد الطعام ويلعب بالسهام ويستلقى على الأرض. ولما قضى بعض الوقت بدون أي رسائل بدأ أكيرا يقول بخيبة أمل كبيرة إنه يقدر يستخدم هاتفه الآن فقط، لأن التعاملات على الشبكة منخفضة. وهو واقف في النافذة بيقول واضح إن في أشخاص أقل بيستعملوه لأن معظم الناس تحولت لزومبي، وإن ده هو السبب. بدأ أكيرا في الحزن لأن ضحى بوقت كان يقدر يستغله مع أصدقائه، وإن كل ده بسبب العمل لوقت إضافي ووقت ما كان بيتحقق من جهاز اتصاله. بيفتكر أكيرا صديق من أصدقائه وهو بيقول له إن لازم يستقيل من عمله، وصديقه ده هو كينشو. بدأ أكيرا بشكل تلقائي يتصل بيه وهو بيقول مستحيل شخص زي ده يموت بكل سهولة. وهنا بنشوف كينشو شخص منهك ورا الباب مختبئ وفيه الكثير من الزومبي اللي بتحيط بالممر. وبعدين بنشوف زومبي بتحاول تهاجم الباب، وهنا بنشوف كينشو يشعر بكثير من الإحباط لأنه عارف إن مفيش مهرب من المبنى، بالإضافة إن إمداداته خلصت. وهو جالس على الأرض بيشكر إن عنده مية تكفي استهلاكه لمدة 3 أيام فقط. لكن أسوأ ما في الموضوع إنه محبوس في غرفة مع زومبي، وإنه بدأ يفقد عقله. وعلى الرغم من إنه سعيد لاختياره غرفة الممارسات الجنسية لتمكنه من ربط الزومبي بالأصفاد. وهنا بيسأل نفسه ويقول هل هينتهي أمره ويموت في الغرفة الغبية دي؟ لكن بنلاحظ إنه على وشك الإغماء. وفي اللحظة دي بيفتكر أكيرا وهو بيضحك بصوت عالي بعد ممارسة الرياضة. وهنا كينشو بيسأل نفسه ليه فكر في أكيرا في الوقت ده، وهو بيقول إنه دايما كان بيضحك على نكاته وإنها كانت ذكريات جميلة من الجامعة. فجأة بدأ هاتفه يهتز، ولما شاف إن المكالمة من أكيرا اتصدم لأنه كان لسه بيفكر فيه. وعلى الجانب الآخر من الهاتف أكيرا متحمس جدا للاستماع لصوت كينشو لأنه لسه على قيد الحياة. هنا بدأ أكيرا يقول إنهم ما تقابلوش من مدة، وإنه عدى سنة تقريبا على آخر مرة شربوا فيها مع بعض. بيحس أكيرا بالقلق على كينشو وبيسأله إذا كان على ما يرام. بدأ أكيرا يسأله عن مكانه، وهنا رد عليه كينشو بشكل تلقائي إنه في شيرينكو. وهنا بدأ كينشو يحذر إن المكان مليء بالزومبي ويطلب منه ينسى أمره، لكن بيصر أكيرا على الذهاب ويطلب منه العنوان في الرسالة. وفي وقت ما هو في الطريق بدأ أكيرا يفتكر كل الأيام اللي عاشوها مع بعض في الجامعة، زي 4 سنوات في نادي الرجبي، وإن كينشو كان وسيم ومشهور. رغم ده ما استغلش شهرته إنه يكون نجم أي مناسبة، وإنه كان أقرب صديق لتندو. وهنا بنشوف نبذة عن حياة كينشو بإنه أصبح وكيل عقارات ناجح بعد الجامعة، وإن الأمور كانت سهلة في عمله بسبب موهبته الطبيعية في التواصل. هنا يبدأ يحكي عن آخر مرة شافوا بعض فيها، وإن كينشو قبلها كان برفقة بعض أعضاء البرلمان وإنهم بينفقوا المال بغباء.
يمسك كينشو هاتفه ويعرض صورة صديقته على أكيرا ويقول إنها العارضة الجميلة اللي ذهبت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في باريس. لكن أكيرا كان بيستمع وهو بيحاول عدم النوم بسبب الإرهاق الشديد اللي في الشركة، وده السبب اللي خلاه يقول النوم أخد روحه في الشركة وإنه ما عندوش الصبر للاستماع لقصص نجاح الآخرين. بدأ كينشو يسأله عن أخبار شركته الاستغلالية ويقول له إنه لازم يسيب الشركة ويستقيل، لكن أكيرا رفض وقال إنه مش هيعمل كده على الرغم من إصرار كينشو عليه، وهو بيقول إن البقاء هناك شيء غبي وهو بيدعوه بالأحمق. يغضب أكيرا من كلام كينشو ويقول له إنك بتتفخر بحياتك الشخصية ويجب إنك تتوقف عندها. اتفاجأ كينشو من كلام أكيرا ويغضب منه ويبدأوا ينهي المشروب بسرعة عشان يطلبوا الفاتورة ويغادروا. وفي الوقت ده بنرجع للحاضر وأكيرا بيسرع بالدراجة النارية وهو في طريقه لكينشو. وفي المشهد التاني بنشوف شو وهو مصاب بشدة ومرهق في حين ان الزومبي بيقربوا منه، حتى مجموعته كانت كلها اتحولت لزومبي. وهنا بيتساءل شو اذا كانت دي نهايته وهو بيقول ان دي الطريقه المناسبه لتوديع حياته، ويبدا يتاسف لانه ما وفاش بعهده للفتاه. لكن على الفور بنسمع صوت بوك من بعيد لفت انتباه الزومبي. بيقع شو على الارض وهو مش مصدق انه نجا بحياته، وكينشو في غرفته بيسأل عن مصدر الصوت. وهنا بنكتشف ان صوت بوك سياره في منتصف الشارع بسبب وضع كرة ركب عليه. وبعدين بنشوف اكيرا بيخرج من مكان فيه ميه، ودي كانت خطه نجاح لجذب الزومبي. وبعدين بنلاحظ ان السياره انفجرت تلقائيا، وهنا سرع اكيرا في الهروب بسرعه. بدأ كينشو في الخروج من الغرفه وهو خايف من صوت الضوضاء، وبعدين بيسمع صوت على الدرج ومن بعد صوت باب غرفته. وهنا بنشوف في الخلفيه اكيرا بيتقدم بهدوء. بدأ أكيرا في التحدث لكينشو، بيتفزع كينشو وهو مش مصدق قدوم أكيرا. يبدأ أكيرا في البكاء وده اللي خلى كينشو متفاجئ منه ويقول له إنه كان على حق في إنه كان لازم يسيب الشغل، وبدل من إنه ياخد نصيحته شعر بالغيرة منه ومن نجاحه وسعادته رغم إنهم أصدقاء، إلا إنه بدأ يعتذر له. وهنا كينشو يقول له بتعجب إنه قطع كل المسافة دي عشان يعتذر له بس، لكن أكيرا بيواصل البكاء والاعتذار. ولما بدأ كينشو الاعتذار بشيء بنلاحظ ان حاجه من الزومبي بدأ بالاقتراب منهم بسرعه. وهنا اكيرا بيقول انه ما كانش لازم يصرخ بالصوت العالي ده، وان الصعود لأعلى هي فرصتهم الوحيده. صعدوا الدرج بسرعه وبدأ كينشو في محاوله اقفال الباب بجهد كبير، وهو بيقول ان ده مش هيستمر لوقت طويل. وهنا تندو يبدأ في تحريك مكيفات الهواء عشان يقفل بيها الباب، وكانت فكره جيده لكن في الواقع مش هيستمر طويلا. وهنا كينشو كان في حاله صدمه وهو بيحاول يفكر في خطه لكنه شعر بالاحباط. هنا يبدأ كينشو في الصراخ يسأل اكيرا هي خطه، وهنا بيقترب اكيرا من الحافه ويقترح ان هم يقفزوا، لكن كينشو بيقول انه مستحيل القفز كل المسافه دي. ويتردد اكيرا وهو بيقول ان هم يعرفوا مستحيل او لا لما يقفزوا. يبدا اكيرا في الركض وكينشو بيحاول منعه. يوصل اكيرا للحافه ويقفز قفزه كبيره قدرت انها توصله للمبنى الثاني لكن ببعض الاصابات. اتجه كينشو للحافه ولكن لما يشوف المسافه يبدا في التراجع ويقول عارف انك جيت لانقاذي لكن يجب عليا كمان الاعتذار، ويقول لي اني ما كنتش مستمتع في العمل وان كان عليا الابتسام يوم بعد يوم في وجوه الاخرين والكذب عليهم وخداعهم بعقود سيئه، وان المدح من المسؤولين ومضاجعه العارضات والعشاء مع سياسيين ورياضيين مشهورين ما كانش مخليه سعيد على الاطلاق. استمع اكيرا لكينشو وهو بيبكي وانه كان بيتظاهر ويكذب على نفسه عشان ما يشعرش بالفراغ الداخلي وانه كان راجل كثير التباهي. أدى كينشو بالاعتذار لأكيرا. يبتسم أكيرا ويقول إن ده منطقي أكتر وإنه طالما أسلوب المضحك كان بيخليه مرح ويخليهم مستمتعين بوقتهم أكتر. وهنا كينشو بيقول إنه كان عايز عمل يرفه فيه عن الزبائن وإنه كان عايز يكون كوميديان. هنا أكيرا بيقول له إنك لازم تكون كده وإن يجب عليك دايما الاستماع لأصدقائك. وبنبدأ نشوف إن الزومبي وصل للسطح وأكيرا بيقول لو كنت كوميديان استعد عشان تقدر تقفز كل المسافة دي. وهنا بنشوف كينشو بياخد خطوات لوراه ولما اقترب منه الزومبي بدأ في الركض لحافة المبنى ويقفز بكل طاقة لدرجة انه ملابسه اتخلعت. وهنا يبدأ أكيرا في الضحك في مشهد ملوش أي 30 لازمة، لكن كينشو ما قدرش يوصل للمبنى لكنه قدر يمسك بالحافة. يبدأ في انه ينادي على أكيرا عشان يساعده لكن أكيرا لسه بيضحك. بدأ كينشو يستنفذ طاقته وهنا بيفكر هل هيموت عاري كما ولدته امه. وقبل ما يقع قدر أكيرا انه يمسك ايده وبمجهود كبير قدر انه يسحبه للسطح. ولما طلع وقع كينشو على الأرض وهو بيشكو من الآلام. وهنا أكيرا بيسأله هل عنده زومبي لكن بيجاوب انه حكاها في الحافة. وهنا الصبيان بيتشاركوا الطعام والشراب وهم عريان تماما. واثناء الحديث كينشو يعترف انه عايز يصعد على مسرح ويسخر من أكيرا لانه كان هيموت من العمل في شركة اتصالات. ويرد أكيرا السخرية بسخرية من انه كوميديان كان بيبكي من شوية ويستكملوا الحديث وهم بيتأملوا في السماء. بس كده. قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب واستنانا في بارت 4 الجاي عندي كشف لكم على العالي خد له غرزه ويلعب لي.